أكثر من الأعمال الخفية التي لا يراها إلا الله، ولا تحرص أن الناس يعلمون بها. احذر من أمرين في الأعمال الصالحة: أن تعجب بنفسك، وأن ترائي الناس. لا تلتفت إلى الخلق. مدح الناس لن يفيدك ولن يقدمك ولن يؤخرك. مدح الناس كلام في الهواء، وثناء رب العالمين يبقى لك في الميزان. لا تلتفت إلى الخلق. بعض الناس يعمل الصالحات ثم يرى الناس يثنون على فلان: والله فلان سبحان الله كان بينه وبين فلان خصومة فتألفوا، فيقول: أنا الذي ألفت بينهم. لماذا؟ دع هذا العمل بينك وبين الله. يأتي ويقول: إني أتصدق على فلان، وإني بحمد الله آويت 100 أسرة، وإني بحمد الله بنيت 10 مساجد، لماذا؟ لماذا تذكر أعمالك عند الخلق؟ إيش سيقدمون لك الخلق؟ إيش سينفعونك عند الله؟ الذي يبقى لك هو العمل الصالح الذي لا ترتضي به إلا وجه الله عز وجل. ولا تلتفت إلى الخلق، ولا إلى مدحهم، ولا إلى ثنائهم. لا تلتفت إلى الناس. بعض الناس يتقدم الصلوات في المسجد لكي يثنى عليه ويقال حمامة من حمامات المسجد. غلط، خطأ عظيم. أقبل بقلبك كله إلى الله، لعل الله عز وجل أن يختم لك بالخاتم الحسنة، وأن يختم لك بالخاتم الحسنة. الإنسان لا يدري بأي شيء سيختم له. الدنيا لا تساوي شيئا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أسقى الكافر منها شربة ماء. لماذا الالتفات إلى الناس؟ لماذا الالتفات إلى الخلق؟ لماذا الالتفات إلى حب المدح والثناء؟ إيش حصل لقلوب الناس؟